السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. هنعمل معاكم في وصفة النهاردة الجبنة الفيتا او اللبنة من اللبن الحليب. هنروبه وهنعمله زبادي وهيبقى طعمه رائع، وهتشوفوا الجبنة في الاخر شكلها ايه. احنا كده معانا 2 كيلو حليب غليناهم وسبناهم لما دفيوا خالص بقوا زي دمعة العين. ماشي. ومعانا كوبايتين زبادي، لكل كيلو حليب كوباية زبادي. تجيبوا بقى اي نوع زبادي انتوا تحبوه، انا كنت جايبة زبادي بلدي. ماشي. بس اهم حاجة اللبن يهدى ويبقى دافي خالص، نقدر نتحمله ونحط صباعنا فيه نحس ان هو دافي وحلو كده. ماشي. ما نسيبوش لما يسقع خالص يا جماعة عشان يتخمر معانا. نزلنا بكوبايتين الحليب كده وقلبناهم كويس جدا 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 مع اللبن. عفوا. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنقلب حبة حلوين كده لحد ما الزبادي تندمج مع الحليب. لكل كيلو حليب يا جماعة كوباية زبادي. بجد بجد والله بدون قسم، جربوها وشوفوا جمالها وشوفوا طعمها وحلاوتها عاملة ازاي، وسهلة جدا. مش مكلفة ولا مجهدة في العمايل. ماشي. احنا كده دوبنا كويس قوي كوبايتين الزبادي مع الاتنين كيلو حليب. بعد ما غليناهم وسبناهم لما بردوا قدرنا نتحملهم وشلناهم في فرن بوتاجاز. كنت عاملاها من بالليل وسبتها لحد تاني يوم. كده كانت عملت معانا زبادي كده زي ما حضراتكم شايفين. ماشي. ده كان تاني يوم بقى الصبح جبت معايا الشاشة او الاشارب او الحاجة اللي احنا بنستخدمها للجبنة. وحطينا مصفى كده يكون اخرامها ضيقة وتحتيها طبق عشان نصفي ايه الزبادي اللي احنا عملناها دي. ماشي يا حبايبي. طبعا الطرحة دي انا عاملاها للجبن بس. وبعد ما بخلص طريقتي بغسلها غسلة حلوة واشيلها واستخدمها. ممكن انتوا شفتوها في عمايل الجبنة القريش قبل كده. هننزل بقى بكل الزبادي اللي هي تاني يوم كانت اتروبت معانا بالمنظر ده. يعني انا عملتها من بالليل وصورتها، وتاني يوم الظهر كنت ايه كنت مطلعاها من الفرن بوتاجاز كده. وما نجيش جنبها خالص لحد ما نحس ان هي ايه رابط. ما نسيبهاش عن كده يا جماعه عشان ما تديكوش مزازه ويبقى طعمها مزز او يبقى طعمها كده ايه لاذع. ماشي. ما نغيبش عليها ونسيبها يوم ولا يومين هتبقى مش حلوه. يعني من بالليل لتاني يوم على طول بتبقى زي الفل. في حلة عادية خالص زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بمعلقتين ملح كبار، لكل كيلو برضو معلقة ملح ايه حلوة، وده الحدق المظبوط. عاوزين بقى انتوا تدوقوا وتزودوا من عندكم اللي يريحكم وعجبكم الحدق ده. بس هو دي ايه القاعدة المظبوطة لحدق الجبنة الفيتا او اللبنة اللي احنا هنعملها مع بعض. ماشي. قلبنا المعلقتين الملح معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده. عاوزين اقل من كده ملح اللي يريحكم، الملح ده في ايديكم انتوا. ماشي. قلبناه كويس جدا. بعد كده هنلم الاشارب كده او الشاشه البيضاء او ايا كان اللي عندكم هنلمه كده. طبعا هو هينزل ميه كتير جدا وهينزل شرش. بصوا الميه نازله قد ايه. طبعا ده بينفع للمعجنات بس يا جماعه هو طبعا مالح. فلو هتعملوا بيه اي معجنات هتبقى مثلا زي الفينو، فطائر حدقة الكلام ده. بس انا صراحة ما استخدمتوش. ماشي. هننزل نحط طبق عليه كده، وهجيب 2 كيلو سكر زي ما انتم شايفين، سكر التموين العادي. هنحطهم فوقيه كده، او 2 كيلو رز او اي حاجة تقيلة عندكم تقل، المهم تقل حلو. وهنشيلهم في التلاجة بهذا المنظر. ماشي. عشان خاطر دي زبادي ما ينفعش تتساب بره عشان ريحتها وطعمها ما يطلعش كده. كان تاني يوم بالليل بعد ما حطيتها في التلاجة طلعت معانا بالشكل ده. طبعا كنت حطيتها في علبة بعد ما جمدت، حطيتها وظبطتها في علبة وكده. كنت هقطعها معاكم هتشوفوا بقى جمالها والقطعة بتاعتها عاملة ازاي. كانت قشطة قشطة والله يا جماعة، طعمها كله خير وناعمة وجميلة وفي منتهى الجمال. يعني شوفوا احنا بنجيب علبة الجبنة الفيتا من بره بقد ايه غالية برضو، انما دي يعني من 2 كيلو حليب وكوباية زبادي عمل لنا الكمية الحلوة دي. والخرطة حلوة، الخرطة حلوة. ماشي. وطعمها رائع والله يا جماعة، يعني بجد والله العظيم طعمها رائع. جربوها مش هتندموا. تنفع بقى لشندوتشات الأولاد في المدارس، تنفع للعشاء للفطار زي ما تحبوا. بعد ما صفيناها حلو خالص ما نشيلهاش الا لما تبقى متصفية تماما من الشرش. ما نطلعهاش فيها مية عشان تبقى متماسكة معانا كده.
ويا رب لو وصفة الجبنة الفيتا معاكم عجبتكم تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة، وإن شاء الله انتظروني في وصفات المدارس، الجبنة الرومي واللانشون وكل الحاجات الحلوة بأمر الله في القادمة بإذن الله. وكده كانت خلاص الجبنة معنا خلصت، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.